تعال اخدك في جولة سريعة جوه دماغ مارسيل كولر واقول لك هو ليه بيفضل موديست ووسام ابو علي على حساب كهربا اللي جاله اكتر من فرصة قدام زد وفشل في التعامل معاهم. وتاني، دي وجهة نظر كولر مش رأيي الشخصي. دي اول عرضية في اول الماتش خالص، شوف محاولته انه يوقف الكورة بدل ما يتمركز صح ويرجع خطوتين لورا علشان يخلصها هو اما برجله او دماغه. وبعدين بقى الفرصة الأغرب، طبيعي إن كهربا يحاول يتمركز في المكان اللي فاضي علشان الكرة توصل له، ولكنه اتمركز غلط، وبالتالي التعامل مع الكرة بقى شبه مستحيل بدماغه. وحتى بدل ما يحاول يزقها في الجون بأي وضع، لسه بيحاول يوقف الكرة في وضع شبه مستحيل. وده اللي خلى الاستغراب كمان يظهر على وش موديست ووسام أبو علي. يا ترى كهربا فكر في إيه والجون فاضي؟ على النقيض بقى شوف هنا تمركز موديست ونزوله الخطوتين اللي لسه قايلك عليهم للعرضية برغم انها كانت وراه. اي نعم، جودة الانهاء مش احسن حاجة، ولكن